اشرك خلت آن کتاب خود تعالی دا ایک کیف خو ایمان پندکتش تا بینی تو ایمان پندکتش تا نه اینی تا نه پندکتش تا بینی والله ما قبیل پندکتش تا بوی توضیح کردن چه تشته و چاوه و ایمان چاو قرآن تیته که نه هر هو صار رسالت پیغمبری و پیغمبر کو تویت ایمان پیه بیتن و چاو وحی بو پیغمبری هاتی و چاو پیغمبری علیه الصلاة والسلام اف دین نیشا خلکی دایه آن اگر مزنه بسلمان خلطیا بکتن آن اشرک دیر بکویتن انسان چاو نصیحت لی بکتن چه شکل و چه شی و بشید جارکادی بری ببده طریق راست ها که انسانی پیچه ببیتن و پشتی اینگه اگر عامة المسلمين هر کسی که بید تو خلطی که دف ببینی تبید تو خلطی ها راست که دیف شیانا خواه دیف پیچه بوناتا نصیحتی لیب که شوی خلطی شوی گناه شوی معصیت دیر بخی هکه انسان و نکد انسان شوی کمه حساب نابیتن جاش بالهند پیغمبر علیه الصلاة والسلام ادبیجید فلیس منهم یعنی انسان هکش دائره اسلام در کد گلی خشکو برای چه مفرنین الدف خود تعالی دا امین دائره اسلام دا توی خلقی دا توی بازنکی دا بمینین دویت ما او خم هبیت ام نصیحتا الاکدوب کن جبال هندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجیتن لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم خود تعالی ده هندك الهوى مسلط یا که انسان امر بمعروف یعنی باشین ما بین خدا بلا نکر و خرابیش نف خدا ندیر اخیتن رب العالمین ده هندك الملوی مسلط یا ده هندك سر ملوی اینیتن کو چه رحمت دلیوان دانه بیتن و چه رحمت انسانی داجی نبن والمروف بکن مروف ترابرا بیتن و مروف بدسهالات بیتن و ضعیف بیتن و لاواز بیتن جشبن هندی گلی خشکو برا گل کافره انسان افي وظيفته ونصيحته وامر بالمعروف ونهي عن المنكر ابكار بينتين اتما بين خدا اجبر هند الحديث كده امام احمد روايات كتب بجيتن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل حديثك قدسية ابا ادبيجيتن خد تعالى قول احب ما يعبدني به عبدي النصح لي بجيتن خد تعالى بجيت خوشتي في ترين عبادات عبد من عبدينيه بمتكتن بي نصيحة وشيرته العبد بك نصيحة وشيرته الخلقي بك بريوام ده طريقة حقيقية أجبل هندي قالي خشكو بلا وقت إنسان نصيحته كد وقت إنسان شيرته كتب وظيفته كراد بيتن يب وظيفته پیغمبر راد بيتن چكو أفا وظيفته پیغمبر يبهند راد بيتن أجبل هندي يعني تويد بيا ويرسي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمانتك قالك همزنه أجبل هندي پیغمبر عليه الصلاة والسلام چد بيشتمه دا امهمی دوی خیره دا بجدار بین دا کشم محروم نبید پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجد بلغوا عنی ولو آیه یعنی بگهینن شیرتی و نصیحتی و دینی بلاوه بکن کاتو چی جزانی آیت کابتینه تو زانی بگهینه اخلاقک و روشتکش دین اسلام تو زانی بلاوه بکن هکتو نزانی جی بلاوه بکن التزامات پوی دینی اخلاق و روشت پیغمبری وقتی تو ورگیری اخلاق و روشت قرآن وقتی تو ورگیری و تو تعامل پید که الگل خلکی وقتی خلکی بینید او اخلاق جانویل دفته و بزانید تو بسلمانی او نصیحت و شیرت توی الخلکی دکی یعنی نصیحت نه او همی گاوه تو بدوی بکی گلک جارا مثلا اکه موید کره من نویجا بکتن هکه نویج نکن نه همی گاوه الا بجمه هلو نویجا خواه بکن هکه اسرابم نویج البرسنگی بی بکم ام بجمه که کره من هلو دست نویجا خواه بشو دعزو تو نویجا کاب جماعت بکن آن کادی وره تو به ایمام از دل دیفت نویجی کم يعني قالك ركت هين أزدي بمسبب هندي نصيحتنا إلا بدأ بس بمده له رابع بك قالك ركت ديت هين إنسان بشيتن بقالك ركا بهته حتى بري يبدأ ركا حقي وركا هدايته بجا أمجي أجر بي تصرفه بي أخلاقي تعامل الجال خلقي بكين إن شاء الله ده تأثير قالك هبيتين بتهايبان قال لي خش خبرة أمل ولاتك أمانة استهمة ده قالك مصطرة شو ولاتك نية بسلمانة ضروري السرمه ام بترتر موجود بين سر دين اخوه سر اخلاق اخوه سر اخلاق پیغمبر عليه الصلاه والسلام سر اخلاق قرآن و خود تعالی بو مهنارتي دا اموي اخلاقي وي روشتي وي ادبي نشا خلقي بدين داخل بزانید اسلام چی داشته تایبت وی وقتی دا چند خلقك تشویه انا و اسلامت کن فرام بدرستایی اخلاق و روشت و ادبت بسلمان درست نشا خلقي بدين نسحكينا مصالحات خو سحكينا مصلحة دين خو نسحكينا چند فايدة دي چتت برگی سحكينا چند فايدة دي بومت قيامت ده هبي چند فايدة دي بوما
الدف رب العالمين ده هبيد بجش بن هندي قالي خشكو بلا قال كافره ام افروكا هر كشمه شينا پیغمبري عليه الصلاة والسلام دويرين ام تويت بي وظيفة رابين او پیغمبر عليه الصلاة والسلام في راد بتناف خلقي ده اكا مانا پیغمبر فربو بو بلاف كنا في دين خد تعالى ده حتى رجع قيامتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام هيلي بس وظيفة امتي البشتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين خد تعالى تناف خلقي ده بلاوه بكن دين خلقي دين اسلام تناف خلقي ده بلاوه بكن وبجيهن خلقي خلقي افروك امل في ولاطي واجب السرم ام في ديني نشا خلقي بدي بجاش بن هندي قال خشكو بلاتيفيت وظيفته خد رزق رابي دار رجا قيامت الدف خد اخوه شه مزار نبي ايش بن هندي حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام ادانيت النصيحات ايكش حق المسلمان سر بسلمان روايته كده پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيب حق المسلم على المسلم ست ايكش وان واذا استنصحه نصحه في الدين اكا داخازا شيرتي ان محتاجو بي تي في بو شيرتي ونصيحتي بو تي في تو شيرتي ونصيحتي لي بكي بجاش بن هندي قال خشكو بلا قال كافره انسان ويتشتي بكت هر هو صد حديث كاريدا پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيجيت ان من حق المسلم على المسلم ان ينصح له في غيبته ايكش حق المسلماني سر مسلماني تو اگر وی مروي ببيني عيبه قصيريك ولا تنصيحت عليه بكي دوي عيبه وقصيريش دفخه راكتن اجبر هندي خو توقتي پیغمبري عليه الصلاه والسلام ايكش ركنيت بيعه او سوز وبيمان اويت خلقي دانا پیغمبري عليه الصلاه والسلام وقت داخلي اسلام ادبون ايكش وان او بو شرطت وان او بو كنصيحتي بكتن اجبر هندي جرير بن عبد الله خد تعالى ان شاء الله جي راضي بتيك صحابيات پیغمبري عليه الصلاه والسلام بجيت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سوزو بيمان وقت از داخلي اسلام بوم من سوزو بيمان دانا پیغمبري عليه الصلاه والسلام على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم يعني عهد سوز سر چه دانه اقامه الصلاه نوجت خبكت وزكاه خبدت والنصح لكل مسلم ونصيحه وشيرته المسلمان بكتن معناه واجبك قالك مازنه لو پیغمبري عليه الصلاه والسلام كره شرطك هر اي كي داخلي اسلام بيت وي سوزيدته پیغمبري عليه الصلاه والسلام معناه او سوزيا سرمجي هي كو امجي في وظيفته في مهمته ادا بكين وبراببين وبكين شو سبب نبن مراوسين اجبر هندي پیغمبري عليه الصلاه والسلام اتهمي قاوادا وتهمي وقت هذا استغلال فرصته كل كنصيحته الخلقي بكين پیغمبر عليه الصلاة والسلام قال ما مخوا أبو طالب حتى آخر لحظة جي وقت شو كتيت سكراتت من نداجي شو يدف قلت يا عماه قل لا إله إلا الله أحاججك بها عند ربي بس في آخر تنبيجي دا من حجتها بالدف خده تعالى دا از دفاع اشتبكم نو يعني حتى آخر لحظة جي پیغمبري عليه الصلاة والسلام ادفيا خلق مسلمان بيد داخلي بحشت بي امزاني قلي خشكو بدا انسان مسلمان زاني ريكا بحشت اسلام او كسي ايمان پیغمبري نبيت عليه الصلاة والسلام ناشتت بحشت ده چكو خاتم النبيين ام جهه که ایمان پیغمبر دین اینین ناشینت بحشت ده تفيت ایمان مفهمی پیغمبر هبید حتى آخر پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم لو ام بيجين ام دشنا بحث كما ايمان بهمي پیغمبرش آدمي حتى محمد صلى الله عليه وسلم بس اوي ديت فلا بن جيبن ان غير ديانت بن چكو ايمان پندك پیغمبرانينه لو ناشنت بحث ده بجاش بن هند قال خش كبرى قال كافره ام فيريكا بحث نشا خلقي بده ام فيري حتى پیغمبر عليه الصلاه والسلام جيرانه كيوي جيبو بچی کیوی هر تهاتت مالا پیغمبری ده هاری کاری و خدمتت کرد وقتی کتیت سکراتت مرنه ده پیغمبری سحکری او بچی که دیار نینه زانی نساخه چو سرا بدد دیت یت گاوا مرنه ده اینا گوت یا غلام اتشهد انی رسول الله گوتی دی شهددیکو از پیغمبری خود تعالی ما اینا وقتی بابه دیتی دلی کرکی سر بس شرمش بابه خود کرد اینا بابه چی گفت گفت اطع ابو القاسم گفت گفت خب ده پیغمبری علیه الصلاه والسلام
وشهده دا يعني حتى آخر لحظة جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام يحريص بو خلقيش آگري جهنم پارزيد بري ما بدأت بحشته وظيفة أبو سلمان قال خشكو برا أم أوين خد تعالى لو أمت هنارتين بو بشريته دا أم خلقيش جهنم پارز دا أم بريوام دينا ريكا بحشته دا أم بريوام دينا ريكا سركفتينه دا أم بريوام دينا ريكا خوشيه وإمناهيه إجبر هندي فرس سرمهمية أو تشتي خد تعالى برس قيمة كري أم نشا خلقيش بده أو تشتي رب العالمين كرم القلمة كري أو نتشتكي ما فضل خدي تعالى نعمته خدي تعالى هزراخا بك هكر أزوتو الولاطة بصلمان ما بباين الولاطة وكي في ولاطي بباين دا شو بيجي نخو أم جدا وكي وام بي أم جدا محتاج بين إيك بهد نصيحتك كلمة بكت بني مبدأ ترك حقيقة وهدايته الحمد لله خدي تعالى أو فضله أو نعمته أو منة القلمة كر ما نبي شكرا في فضلي وفي نعمتي وفي في 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 كرمه هندامزنا وخدي تعالى القلمة كري كو أم في مسجي في ديني في دعوة بجينا خلقيجي فرسر مهمية أم بي وظيفتي بي مهمتي أدا بكي شكو أبا وظيفتك جلك بيروزة وجلك مباركة خدي تعالى أجرت مظن سر هندي ادت خلقي إجبر هندي بيغمبري وقتي خو خلتي